لو بتدور على قسم يفتح لك أبواب في الطب والأبحاث والصناعة، قسم كيمياء حيوي هو المفتاح. قسم كيمياء حيوي بيديك معرفة عميقة عن جسم الإنسان على المستوى الكيميائي والمستوى الحيوي. يعني تقدر من خلاله تعرف العمليات الحيوية اللي بتحصل داخل جسم الإنسان بتتم إزاي، والميكانيزمات المختلفة داخل الجسم بتتم إزاي. طيب نيجي دلوقتي لفرص الشغل. أول حاجة تقدر تشتغل في معمل في أي مصنع أو شركة، سواء كيماويات أو شركات أدوية. تقدر تشتغل ككواليتي كنترول او كواليتي اشورنس، هيلث اند سيفتي. تقدر تشتغل في المعامل، تفتح معمل تحاليل، شركات ادويه وانتاج لقاحات، مراكز الابحاث، مستشفيات الاورام، ومعاهد الاورام. تقدر تشتغل في مصانع أغذية ومكملات غذائية. ممكن تشتغل في التغذية إنك بعد ما تخلص تعمل دبلومة في المعهد القومي للتغذية وتقدر تخش مجال التغذية. كمان تقدر تكمل دراسات عليا وإنك تقدم على منح وتسافر بره مصر. ولو نفسك تدخل مجال ليه مستقبل علمي وعملي كبير، فكر في قسم كيمياء حيوي. مستقبلك هيبدأ من هنا. شارك الفيديو مع أي حد محتار يختار القسم. سيب لي في الكومنت لو عندك سؤال.